عندك تقولي لي باقي كتشري المسمن معمر من برا، الا درتيه بهذه الطريقه عمرك غادي تشريه من برا. هاد الوصفه غادي تولي معتمده عندك في رمضان وبلا رمضان. بغيتك تحتفظي بالفيديو وجربيها وردي عليا، راه ساهل ماهل، تقدروا تصايبوه وما يخلعكمش. شوفوا كي كيجي غزال غزال غزال. في واحد الاناء غادي ندير زلافه ديال دقيق الفينو الرطب، زلافه ديال الدقيق الابيض، راس المعلقه ديال الخميره الا كان الجو بارد، ملح حسب الذوق. كنجمعوا العجينه مزيان بالما يكون دافي، كنعجنوا مزيان وكنزيدوا الماء شويه بشويه. الا عندكم العجينه من الاحسن. خاص العجينه تكون بحال هكا، تكون رطبه ومعجونه مزيان، تجي الاستيك، وندهنوها بشويه ديال الزيت باش ما كتلصقش. ومن بعد نقسموا العجينه الى كويرات حسب الحجم اللي بغيتو. انا هنا درتهم شويه متوسطين. كنكملوا العجين كامل وكنخليه يرتاح بما صيبت الحشوه. وفي العماره غادي نحتاج 2 بصلات، 2 فلفلات حمرين و2 خضرين يكونوا مقطعين رقاق بزاف، و300 غرام ديال الكفته اللي فيها 20% ديال الشحمه، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، راس معلقه ديال الابزار، واكيد الملح حسب الذوق، و2 معالق كبار ديال الربيع. وفي مقله تكون سخونه كندير شويه ديال الزيت اولا ديال الزبده، وكندير الحشوه وكنحركها حتى طيب نص طيبه، وكنخلي العماره تبرد، وكنجي نسرح العجينه ديالي مزيان باش يجينا مورق من الداخل. ومن بعد كنوزع الحشوه على هذا الشكل حتى في الجوانب. من بعد كنطوي المسمن على هذا الشكل وكنستمر هكا حتى كنكمل كل شيء. كنرش شويه ديال الزيت على سطح العمل فقط، وكنورك غير بشويه. ومن بعد كنحطوها طيب على جميع الجوانب، كنبقاو نقلبوها حتى كتولي محمره. كيجي غزال غزال غزال، ما تشبعوش منه، غير جربوه وردوا عليا. وما تنساونيش اختي من التشجيعات والقلوبه والكومونتير، وصيفطيها على اللي كتحماق على المسمن المعمر، وبصحه والراحه. 90% ديال الناس كيطيبوا الشاورما بطريقه غلطه. ايوا اجي نعطيك الطريقه الصحيحه. الا بغيتي شاورما مقرمشه ومحمره بحال ديال المحلات، سير كامل في هذا الصوص. جربت بزاف ديال الطرق، ولكن هذه بلا منازع هي احسن طريقه. الان غادي ندير ياغورت طبيعي، دبس الفلفله، 3 حبات ديال الثوم محكوكين، وربع كاس ديال زيت زيتون، عصير حامضه. دبس الفلفله تقدروا تعوضوه بمطيشه محكوكه، والتوابل كامله غادي نخليهم لكم مكتوبين تحت الفيديو. نخلطوا كلشي مزيان. من بعد نضيف قطع ديال الدجاج اللي تكون مقطعه قطع صغيره وتكون طويله، نخلطوهم مزيان ونخليهم على الاقل نصف ساعه. وهذه الصوص الثوميه باسهل طريقه. غادي نحتاج ياغورت طبيعي بلا سكر، ثوم دقوق، ملح وابزار، ونخلطوا كلشي مزيان ونحطوها في الثلاجه حتى تبرد. المقله تكون سخونه مزيان. انا هنا درت شويه ديال السمن، تقدروا ديروا زيت الروميه. من بعد كنضيفوا الدجاج وتقدروا ديروه في الفران، وكنحركوه مزيان حتى كيتحمر. ومن بعد كنحيدوه على جنب. الصوص باش ندهنوا الشاورما، عندنا الزبده مذوبه، تقدروا تعوضوها بزيت الروميه، معلقه صغيره ديال دبس الفلفله، معلقه صغيره ديال دبس الرمان، ملح، ونضيفوا ليها شويه الماء باش تجينا هكا شويه جايه. عندي هنا خبز شاورما، غادي نضيف عليه صوص الثوميه والدجاج والكورنيشون. انا عندي هذا مقطع درته، والبطاطا مقليه. ونجمعوا الخبز مزيان، ومن بعد كنديروه في نفس المقلاة اللي طيبنا فيها، وكندهنوه بالصوص اللي قدينا من جميع الجوانب، وكنبقاو نحمروه شويه بشويه ونقلبوه من جميع الجهات حتى كيتحمر مزيان وكيجي مقرمش. وغير جربوه، راه خطير، كتجي واعره بزاف. وبصحه والراحه. انا عارفه هاد لاغوسيت غادي تعتمدوها من غير رمضان، من الساندويش او من بطبوط، بحشوه خطيره واقتصاديه، والمذاق بلا ما نهضروا عليه. الوصفه ديال البطبوط راه كاينه في لاباج. باش نوجدوا الحشوه كنحتاجوا صدر ديال الدجاج في مقله تكون سخونه باش ما يطلقش الماء ديالو، بحال غنشويوه. من بعد كنزيد ابزار، الملح، ثوم بودر. ومن بعد كنحركو كلشي مزيان. وسر في هذه الوصفه هو الموطارد. كنزيد معلقه صغيره ديال الموطارد، كنحرك مزيان 1-2 دقائق. كيجي بحال هكا، كيجي بحال مذهب مشوي، كيجي بواحد المذاق خطير. ومن بعد كندوزو نعمرو البطبوط. كنحتاجو الخس، مايونيز، الدجاج اللي قديناه، والفرماج. كندهنو البطبوط بالمايونيز، من بعد كنحط الخس وكندير الدجاج، ومن بعد كنزيد الفرماج. وها البطبوط ديالنا واجد، كيجي بنين، وغير جربوه وردوا عليا. وقبل ما نسالي، هاد الوصفه كتكال بارده وبصحه وراحه. غير بجوج بيضات وجدي أحسن وآلة كريب صالي بطريقة احترافية مع جميع الأسرار باش ينجح ليك من أول مرة. احتفظوا بالوصفة حيت غادي تحتاجوها.
في واحد الاناء غادي نديرو 2 بيضات، معلقه صغيره ديال السكر، حتى الا كان سالي راه ضروري السكر كيعطي التوازن، ملح حسب الذوق، 4 الملاعق كبار ديال زيت المائده، كاس ديال الحليب. من بعد كنخلطو كلشي مزيان حتى كيتجانسوا المكونات، وكنزيدو كاس ديال الدقيق. وإلا عندك اعشاب منسمه حتى هما تقدري تزيديهم، المهم اختياريا، انا هنا ما درتهمش، ما كانوش متوفرين عندي. ونخلطو حتى يولي الخليط ناعم بلا كويرات. نخليو الخليط يرتاح 10 ديال الدقائق. الخطوه مهمه باش يجي الكريب خفيف. خاص المقله تكون ما كتلصقش، نسخنوها مزيان وندهنوها غير بشويه ديال الزيت. نحطو الكميه معقوله من الخليط ونحركو المقله باش يتوزع رقيق. ضروري الكريب يجي رقيق باش يطيب مزيان ويجي زوين في التقديم. منين نحيدوه نغطيوه بمنديل يكون نقي باش يبقى طري وما ينشفش. قريبا ان شاء الله غادي نشارك معكم حشوه غادي تزيدوا لذة اكثر. وبصحه والراحه. بغيتي البشره كدوي في رمضان، اجي شربي سكين كير بلا ما ديري، غير بكاس واحد في رمضان غادي تشوفي الفرق في البشره ديالك والطاقه ديالك. عندي هنا 2 كيلو ديال الليمون او البرتقال طري غادي نعصرو كامل، 4 الحبات ديال البربه مسلوقه مقطعه قطع صغيره، معلقه صغيره ديال العسل. ما نديروش السكر. كنحطو كلشي في الخلاط الكهربائي وكنخلطوه مزيان حتى ميبقاوش فيه الطراف. علاش هاد العصير زوين في رمضان؟ غني بالحديد، كيساعد في تنشيط الدوره الدمويه وكيعطي الاشراق الطبيعي للبشره وكيعاونك تحسي بالطاقه نهار كامل. وبصحه والراحه. من اليوم ما نبقاش نسمعك تقولي ما كيصدقش ليا البخرير. وصفه ناجحه 100%. خليك معايا، هذه هي الوصفه اللي كنعتمدها ديما بلا دقيق وبلا تخمار. شوفي كي كيجي بحال الشهده، ما معجنش، طايب على حقه وطريقه. في المقادير غادي نحتاج كاس ديال الفينو، معلقه ديال خميره الخبز، الملح وجوج كيسان ديال الماء دافي. وكنديروا كلشي في الخلاط الكهربائي او الميكسور. وفي الاخير كنضيفوا الكيس ديال خميره الحلويات، كنخلط حتى كيبانوا الفقاعات. وضروري من المقله تكون سخونه ونوعيه جيده وخاصه بالبغرير. شوفوا معايا كيفاش كيطلع غزال ومتقرب بحال الشهده. بغرير ساهل ماهل وناجح ولذيذ، غير جربيه وردي عليا.